السلام عليكم. في سنة 1979 بمدينة الدار البيضاء، واحد الليلة توافدت على البوليس إخبارية مفادها أنه راه كاين واحد الطوبيس تم العثور فيه على واحد الكيس بلاستيكي فيه رأس جثة امرأة. انتقلوا البوليس مباشرة على وجه السرعة لمكان إيقاف هاد الطوبيس بشارع الزرقطوني، وبالفعل لقاو كيس بلاستيكي أسود اللون فيه رأس امرأة. عينوا البوليس المكان اللي توضعات فيه هذيك البلاستيكة، كيلقاوها توضعات في الجزء الخلفي من طوبيس، أي أن هذا اللي حط هاد البلاستيكة كان راكب في الكراسي الخلفية ديال الطوبيس. اللي بلغ البوليس بهاد القضية هو سائق طوبيس اللي كيقول ودي أنا من عادتي لما كينزلوا الركاب في آخر كل محطة وقبل ما كنسلم الطوبيس يعني في الليل كنراقب الاماكن لا ربما يقدر شي حد من الركاب يكون نسى شي حاجه هنا في الطوبيس. فاذا بي كنلقى هاد البلاستيكه، ولما فتحتها لقيت فيها راس مرأة، وعيطت لبعض الناس من الماره هنايا في المحطه حتى هما شافوا هاد البلاستيكه. وانا نخبركم اسيدي، هنا البوليس حجزوا هذيك البلاستيكه اللي فيها داك الراس ورسلوها مباشره للمستودع الاموات. هنا البوليس صارت انتباههم واحد القضيه واستغربوا منها، لانه كيف كنعرفوا ان المجرم لما كيقوم بشي جريمه قتل غالبا كيحاول ما امكن انه يخفي الجثه ويتستر على الفعل ديالو. ولكن هذه القضيه كيف قلنا بان المجرم جاب راس الجثه مقطوع وحطه في الطوبيس. دونك السؤال المطروح هو اشنو بغى يوصل المجرم من هذه القضيه هذه؟ شنو الرساله ديالو؟ شنو الهدف ديالو؟ هنا البوليس كان اول اجراء غيقوموا به هو تحديد هويه الضحيه، اللي كتبان من خلال الملامح ديال الوجه ديالها بانها شابه في مقتبل العمر، تقريبا في عمر ما بين 25 و 30 سنه على الاكثر. وبعد اشعار النيابه العامه بالقضيه واللي غتعطي تعليمات صارمه باجراء كل ما يمكن القيام به في هذه القضيه للاطاحه بالمجرم او المجرمين في اسرع وقت ممكن. وتم توزيع برقيه على جميع مخافر ومراكز الامن بمدينه الدار البيضاء كيشوفوا من خلالها واش كاين شي حد كيبلغ على اختفاء شي شابه من عائلته. ولكن مع الاسف الرد على البرقيه كيقول بانه لم يوجد اي تصريح باختفاء شي بنت الى حدود هذه اللحظه. غريبه هذه القضيه. حنا كنعرفوا بانه لما كيختفي شي حد من عائلتنا كنعجلوا بوضع بحث لفائده العائله عند البوليس او عند الدرك الملكي. ولكن هاد الشابه لحد الساعه هذه حتى واحد ما جا كيبحث عليها. ودازت تقريبا مده 3 ايام على هاد القضيه. واحد العشيه جا واحد السيد هو والام ديالو جاو عند البوليس كيقولوا لي ودي هاد السيد هذا كيقول البوليس ودي انا خدام في واحد الشركه في مدينه الرباط وكنجي هنايا للدار البيضاء مره في كل اسبوع، يعني كنجي نهار السبت ونهار الحد في العشيه كنرجع للخدمه ديالي. واليوم السيدي لما جيت كندق في الدار ما حل عليا حتى شي حد. سولت الجيران قالوا لي ودي راه دابا 4 ايام تقريبا ما بقاو شافوها، يعني الزوجه ديالو. ومشيت سولت عند والدين الزوجه ديالي وحتى هما كيقولوا لي بانها ما جاتش عندنا. ومشيت سولت حتى الوالده ديالي قالت لي حتى انا بانها راه ما جاتش عندها. وانا سيدي صراحه تشطنت وجيت كنخبركم. اذا هاد البوليس هاد السيد عفوا جا كيبحث على الزوجه ديالو، كيبلغ على اختفاء الزوجه ديالو. هنا البوليس قالوا ليه هاد الزوجه ديالك شحال في عمرها تقريبا؟ قال لي ما وديش شي 28 سنه. قالوا ليه عندك معاها شي وليدات؟ قال لي ما ودي راه يلاه تزوجنا ماشي بزاف دابا تقريبا شي 6 شهور. هنا البوليس مشاو معاه للدار ديالو وحاولوا يفتحوا باب الشقه ودخلوا كيلقاو واحد الرائحه كريهه جدا. زادوا كيدخلوا كيقلبوا هنا وهنا وما يعثروا على جثه ديال هاد الزوجه في المرحاض مقطوعه الراس، والراس ما كاينش في الدار. اذا الراس ديال هاد الزوجه هو الراس اللي لقاوه في الكيس البلاستيكي في الطوبيس. هنا البوليس خبروا النيابه العامه بالامر وبداو كيباشروا في البحث في هذه القضيه. وفي محضر المعاينات اللي داروا البوليس في الدار كيعثروا في بيت النعاس على قنينات من الخمر، ولقاو شي بقايا من مأكولات، ولقاو علبة سجائر اللي بقى فيها تقريبا بحسب المسطرة 4 سجائر. هنا البوليس قالوا لهذا الزوج واش الزوجة ديالك مدمنة على الخمر؟
وقال لي مودي صراحة هي كتشرب وكتكمي، ولكن مع ذلك فريق التشخيص القضائي غادي يرفع البصمات من هذوك القنينات ديال الخمر. ام الزوج كتقول ودي بانها ساكنه الفوق يعني في البروميير، وبانه ساكن معاها ولدها اللي في عمر تقريبا 22 سنه، وبان السفلي مخليه لولدها ساكن فيه هو وهاد الزوجه ديالو اللي هي الضحيه. هنا البوليس باش غيتاكدوا من ان الراس اللي عثروا عليه في الطوبيس هو الراس ديال هاد الزوجه، خداو الزوج لمستودع الاموات، وبالفعل تعرف على الراس وقال لي مودي هذا هو الراس ديال الزوجه ديالي. ولكن البوليس غينتبهوا لواحد جوج ديال النقاط مهمين. النقطة الأولى هي بما أن هاد الزوجة تقتلات ربما هذا ب4 أيام، واش أم الزوج وولدها اللي ساكنين في البروميير الفوق ما شموش شي ريحة، رغم أنهم لما فتحوا الباب ودخلوا لقاو الريحة مجهدة وريحة كريهة بزاف. هنا رجعوا عند أم الزوج وقالوا ليها واش هاد 4 أيام الأخرى ما شميتوش شي ريحة ماشي هي هذيك؟ كتقول هي ولدها اللي ساكن معاها اسيدي صراحة ما شمينا حتى شي ريحة. البوليس استغربوا من هذه القضية، ولكن مع ذلك كانوا ربما يقدروا فعلا يكونوا ما شموا والو، لانهم كيف قلنا لقاو الجثة مقتولة في المرحاض والباب ديال المرحاض كان مغلق، ربما ما شموا والو. ولكن البوليس سجلوا في محضر المعاينات انه ما كان لا اثار الكسر في الباب لا والو. هذه النقطة الثانية، بمعنى اللي دخل وقتل هاد السيدة كان عنده الساروت، او ربما كيعرف الضحيه حق المعرفه ودخل عندها وقتلها. هنا قالوا للزوج واش كاين شي حد من غيرك انت والزوجه ديالك عنده الساروت؟ قال لي مودي الساروت عندي غير انا والزوجه ديالي. ولكن في مسرح الجريمه البوليس ما لقاو حتى شي ساروت، اذا ساروت الضحيه حتى هو ما كاينش. قالوا البوليس لهذا الزوج انت فين الساروت ديالك؟ قال لهم راني نسيتو في الخدمه، داكشي علاش لما جيت انا للدار ما قدرتش ندخل. البوليس دخلهم الشك في هذا الزوج، قالوا لي غادي نمشيو معاك الخدمه ديالك. وبالفعل مشاو معاه الخدمه ديالو بمدينه الرباط، لقاوه كيخدم عساس في واحد الشركه، وعطيه الشركه واحد البيت كيسكن فيه داخل الشركه. دخلوا عنده لهذاك البيت لقاو فعلا نسى الساروت في واحد الجيب ديال الجاكيط، ودخلوا لإدارة الشركة وتأكدوا بأن هذا الزوج لم يغادر العمل ديالو خلال ال4 الأيام الأخيرة. غريبة هاد القضية. هنا البوليس بقى عندهم شوية ديال الأمل في هذوك البصمات اللي رفعوهم من قنينات الخمر اللي لقاو في بيت النعاس ديال الضحية، اللي رجعوا البوليس واحد الاحتمال، قالوا ربما يقدر يكون شي حد كان كيشرب مع هاد الزوجة، كان سكران هو وياها. وهاد البصمات بحسب ما كيذكر السي عبد الرزاق مسعودي في المسطرة كيقول ولم يبقى لنا كفريق بحث سوى بصيص أمل فيما كنا ننتظروه في هذه القضية التي لطالما يشوبها الغموض من نتائج البصمات. لأن فعلا في هذه الفترة هذه ديال السبعينات كان مازال البحث يعني البحث التقني والعلمي في بداياته في المغرب، فنتائج البصمات توصلوا بها على مدة أسبوعين، ولكن مع الأسف البصمات كلها تعود للزوجة، بمعنى أنه ما كانش شي حد كيسكر معاها وما كانش شي حد عندها في ديك الليلة اللي كانت كتشرب فيها. دونك البوليس مع كامل الأسف ما توصلوا لحتى شي نتيجة في هذا البحث هذا، وداز تقريبا مدة 4 شهور على هذه القضية هذه. وواحد الليلة كيتخبروا البوليس بأنه تم العثور على رأس امرأة في الطوبيس عاوتاني. انتقلوا البوليس للعين المكان كيلقاو بالفعل مرة ثانية رأس مقطوع من جثة امرأة، موضوع في كيس بلاستيكي أسود اللون ومحطوط تحت الكراسي الخلفية ديال الطوبيس. هنا طبيعة الحال لما كتشابه نفس طريقة القتل وطريقة تنفيذ الجريمة فنسبة 99% كيكون نفس القاتل، بحيث أن البوليس كيف قلنا لقاو المرة الأولى في الطوبيس لقاو كيس بلاستيكي فيه رأس امرأة، وهاد المرة كيلقاو عاوتاني كيس بلاستيكي فيه رأس امرأة، دونك 99% فهو نفس القاتل ونفس المجرم. البوليس بان لهم بأن هاد القاتل بحال كيستفز الأمن والسلطات وعنده رغبة في أنه يرعب المواطنين. ولكن هنا غتبان واحد القضية، البوليس هاد المرة لقاو واحد الورقة في داك الكيس بلاستيكي، يعني الكيس بلاستيكي الثاني
اللي كان فيه رأس ديال الجثة. هاد الورقة مكتوب فيها: ستنظف المدينة من دنسكم وستحرقون يوم الدين. البوليس هنا بان ليهم بأن الأمر خطير، وبأنه إلا ما تلقاش القبض على هذا المجرم في أسرع وقت فراه من المؤكد غادي يلقاو جثث آخرين من بعد، لأن المجرم من خلال ديك العبارة اللي كتب في هذيك الورقة فهي تحمل في طياتها تهديدا مباشرا، لأنه تقول: ستنظف المدينة من دنسكم وستحرقون يوم الدين. يعني هو تيتوعد، يعني ستنظف المدينة خلال العبارة. ولكن واحد القضية مهمة جدا في البحث غادي ينتبهوا ليها البوليس، هي أن البلاستيكة السوداء اللون اللي لقاو فيها رأس الجثة الأولى هي نفس البلاستيكة اللي لقاو فيها رأس الجثة الثانية، يعني نفس حجم البلاستيكة ونفس اللون ونفس الصنع، لأن بحسب ما ذكر السي عبد الرزاق مسعودي بأن النوع ديال هاد البلاستيكات كان نوع صلب، يعني بلاستيكات كيف كنقولوا احنا قاصحين. وهنا البوليس قرروا يبحثوا على أصل هاد البلاستيكات، وبالفعل توصلوا لواحد المعلومة مهمة، هي أن هاد البلاستيكات كيجيو من فرنسا، كيجيو فيهم دوك السوميلات ديال الصباط. مشاو البوليس لشركة الأحذية اللي كانت بمدينة الدار البيضاء آنذاك، اللي غادا تأكد ليهم الشركة بأنه فعلا هاد البلاستيكات كيجيو فيهم السوميلات ديال الأحذية ديال الصباط. قالوا لهم البوليس: واش هاد البلاستيكات كتعاودوا تستعملوهم في شي حاجة؟ كيقولوا: ودي احنا هاد البلاستيكات لما كنحيدوا منهم السوميلات راه كنرميهم مع البقايا والنفايات. قال لهم البوليس: واش مسموح للعمال ديالكم يخرجوا هاد البلاستيكات من الشركة؟ كيقولوا: سيدي مسموح، ماشي مشكل، اللي بغى هاد البلاستيكات راه كيخرجوهم يديهم معاه. هنا البوليس قالوا لهم: عافاك، بغينا نشوفوا العمال اللي كيخدموا عندكم. وبالفعل دخلوا اللوزين كيراقبوا العمال. في واحد اللحظة البوليس جات عينهم في واحد العامل. وشكون هو هاد العامل؟ هاد العامل هو اخ الزوج ديال هذيك السيده الاولى اللي لقاوها مقتوله في دارها، واللي كيف قلنا هاد الولد كان في عمره تقريبا 22 سنه وساكن مع الام ديالو في البروميير، ومرت خوه اللي لقاوها مقتوله كانت ساكنه في السفلي. قال لي السي عبد الرزاق مسعودي الضابط المحنك اللي كان مكلف بالبحث في هذه القضيه، قال لي: اجي عندي يا ولدي. لما جا عنده قال لي: واش عقلتي عليا؟ قال لي: عقلت عليك. قال لي: اجي معايا عافاك. وخرجوه من اللوزين، دخلوه لإدارة الشركة، وعطاه ورقة وستيلو، يعني الضابط المحنك عبد الرزاق مسعودي عطى لهذا الولد ورقة وستيلو، وقال ليه: عافاك كتب لي عبارة: ستنظف المدينة من دنسكم وستحرقون يوم الدين. بالفعل كتبها ليهم، ولما سال الكتبة الضابط السي مسعودي قال لهم: ديروا لهذا الولد المينوط. وعلاش قال لهم ديروا ليه المينوط؟ لأنه لقى عنده نفس الخط اللي تكتبات به هذيك العبارة اللي لقاوها في الورقة مع الرأس المقطوع في الكيس البلاستيكي. نقلوا هذا الولد للمفوضية، وبحسب المسطرة فكان أول سؤال غيتوجه ليه هو: علاش ذبحتي مرت خوك، الزوجة ديال الأخ ديالك؟ قال لي: مودي، مرت خويا كانت إنسانة فاسقة وكتخون خويا، وكيجي عندها واحد خينا ديما بالليل للدار، وهي كتستغل الغياب ديال خويا وكتضحك عليه، وكان ضروري خصني نتخلص منها. وقالوا ليه: وفين الجثه الثانيه اللي قطعتي لها الراس؟ قال لهم: هذيك هي اخت هذاك اللي كان كيدخل عند مرت خويا، اللي انتقمت منه وقتلت ليه حتى انا اختو، والجثه ديالها راه مدفونه عندنا في الدار. وهنا شنو وقع وكيفاش حتى تقرب هذا الولد هذا من هذه البنت الثانيه؟ كيقول بانه لما قتل مرت خوه وخوه بقى خدام في مدينه الرباط، هذا الولد قال لمو: انا غادي نهبط نسكن في الدار لتحت في السفلي. وبالفعل هبط سكن فيها وتقرب من هذيك البنت ووعدها بالزواج بحسب ما كيصرح به. وواحد النهار استدرجها تجي عنده للدار، بالفعل جات عنده، وكيقول بانه ما تقرب منها ما والو، اي ما دارش معها شي علاقه جنسيه نهائيا، ولا بحسب ما كيقول هو لان الهدف ديالو كان هو يقتلها ويذبحها باش ينتقم من خوها اللي كان كيدخل عند مرت خوه. وبالفعل مشاو معاه البوليس للدار، كيلقاو في واحد الارضيه في لاطيراس اللي كانت غير مجصصه، يعني ما مدصصاش، فيها غير التراب. وحفروا لقاوها فعلا كاينه جثه مقطوعه الراس، ولقاو الجثه في واحد الدرجه كبيره ومتقدمه من التحلل.
والسؤال اللي غادي يطرحوا عليه البوليس هو علاش كنتي كتحط الراس ديال الضحايا في الطوبيسات. قال لهم باش تكون عبره لكل امراه خائنه، لان حتى هاد البنت كانت مومس اي عاهره بحسب ما كيقول هو. وهنا تبين بان هاد السيد هاد الولد كان واخد موقف من النساء، وخاصه كيستهدف بائعات الهوى، وتقدم للعداله وتحكم بالسجن الاعدام. ولكن هاد الولد اللي كان ملقب بالفرفوري غادي يستانف الحكم، ولكن مرة أخرى غادي يتم تأييد الحكم الأول، وغادي تبقى نفس العقوبة وهي الإعدام. وإلى هنا مشاهدينا الكرام، السؤال الذي أطرحه أنا في هذه الحلقة هو: واش كون ما تم القبض على هاد الولد، واش كان غادي يستمر في سلسلة من القتل في صفوف النساء؟ أنا شخصيا كنعتقد بأنه لو ما تم القبض عليه كان غادي يستمر في القتل، خاصة أنه خد موقف من النساء، وبدا كيبان ليه بأن كل النساء خائنات وعاهرات. واللي كيأكد هذا الادعاء وكيأكد الرأي ديالي هو العبارة اللي كتب في هذيك الورقة اللي لقاو مع الرأس المقطوع في الكيس البلاستيكي، اللي كيقول فيها بأنه ستنظف المدينة من دنسكم، بما معنى ستنظف أي يتوعد. وهذا بلا شك يوحي بأنه كان في بدايته لشن حملة القتل في صفوف النساء بمدينة الدار البيضاء. وهذا فقط كيبقى الرأي ديالي قابل للنقد. وإلى هنا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام أسطر هذه المسطرة. نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.